ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تدافعا وفوضى داخل فرع مصرف الرافدين في مطار بغداد الدولي إثر تزاحم المسافرين على تسلم الدولار. وحسب المقاطع المتداولة فقد تحدث مواطنون عن إقلاع بعض الطائرات دون حصول غالبية المسافرين على الدولار أو حتى الدينار المسلم لأغراض السفر. من جانبها اعتذر مصرف الرافدين عن التأخير الحاصل نتيجة الزيادة الكبيرة بأعداد المسافرين وفق قوله، مؤكدا التزامه بتوجيهات البنك المركزي بخصوص آلية تنظيم عمليات بيع الدولار عبر نافذة العملة الأجنبية وضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين. رئيس الوزراء بعد السنة تسهيل الإجراءات إن شاء الله مأجورين. فلوس ماكو يقول لك فلوس ماكو والله للعصر يلا تجي الفلوس. اي والله صار تدافع من عالم طيارات طارت وفلوس ما مستني لا يكون العراق ولا يكون الدولة.